بخير؟ هلا مساء النور. ان شاء الله ربي بيسعد لي مساك نزار. يا قلبي هلا والله. شلونك يا معلم؟ يا قلبي حي الله فيك. معك حسين جبري ابو زهير ابي. نعم. معك حسين جبري، انا حسين جبري ابو زهير اخي. يا هلا حي الله حسين هلا. سؤال معلم بس بتمناك تجاوبني عليه بصراحة. تفضل. شو رأيك ببشرنا يا ساتر؟ سألتك بالله لا تكذب، سألتك بالله. ايه شو رأيك فيه؟ عم اقول لك سألتك بالله. غير شكل. والله غير شكل. ليش؟ يعني هي ما فهمتها انا غير شكل. يعني شو معناتها هاي غير شكل؟ شوف اخي والله خلينا اياه يا اخي. شو بدك؟ ما بعرف شو بدي اقول لك، لانه انا سمعت انه انت شغال مثل المكيف. يعني انا قالوا لي السيد نزار شغال مثل المكيف، يعني انه مثلا بشوف واحد مع الرئيس بصير مع الرئيس، بشوف واحد ضد الرئيس بصير ضد الرئيس، يعني بتعطي حامي بارد مثل المكيف، ساعة بتسخن وساعة بتبرد. لا يا زلمه لا. شو؟ الله خلينا ايه. يعني حيسموك، يعني اسمح لي في يعني الشخص اللي قال لي اتصل فيك قال لي هذا اسمه الرجل المكيف، قلت له انا بعرف الرجل البخاخ، الرجل المفنتر، اما الرجل المكيف ما فهمت. قلت له بحشش، قال لي لا. قلت له شو؟ قال لي 5 دقائق مع 5 دقائق بحب القائد و5 دقائق بيسب على القائد. قلت له انا هي ما فهمتها. انت بتعرف مين انا ولا ما بتعرف مين انا؟ مين انت ما سمعت بحسين جبري لسه؟ مع انه انت بتحب القائد عشان تطلع على قناة الدنيا، يعني بحطوني على قناة الدنيا، يعني بحطوني انا عم سب القائد، يعني بحطوا لي تسجيلات احذر هذا الشخص، احذر حسين جبري ابو زهير تاجر السلاح وتاجر بلاوي الزرع. ما سمعت فيني؟ انا حسين جبري صاحب شركة، اسمح لي انا لا انا حسين جبري صاحب شركة ابولو على ابرك يا حافظ ابولو وفنتر عليه. والله سمعت انت بالشركة ولا لسه؟ احنا شعارنا الفنترة. طب اسمع، وعندي شركة انتاج بتحب سمعك غنية. اسمع، عندي انا شركة انتاج حلوة كتير. اسمع، بحب سمعك غنية، بسمعك ثانية واحدة. 1 2 3 شو بدي سمعك؟ هي بحبها كتير انا غنية، اسمع لي اياها بالله. هلا هي بنزلها على السوق، لسه عم يكمل الالبوم. هذا المطرب اللي غناها اسمه ابو عذاب، مطرب البوادي والسجون. اسمع يا معلم، اعطيني رايك. ها 1 2 3 اسمع. شركة ابولو ريكورد. يا ابو عذاب احلى ابو عذاب والله. الشعب مال الحرب وغنمها وما ضيع الفرصة وفيده غنمها. نحن سباع سوريا، احنا سباع سوريا وانتو غنمها. زيحوا يا خرفان عن درب الديار. يابا الحمص والقرداحة يا عيوني فرقة باصات حمر. الله هاي باصات الفنترجي يا عيوني يشخ وعبروا. الله شو رايك معلم؟ خلينا من حمص للقرداحة يا عيوني مرت باصات حمراء. الله هي باصات الفنترجية يا عيوني رايحين يشخوا عبروا. بدي اسألك سؤال اخير معلم، انت مبسوط بحياتك؟ ليه؟ وجعتك انا؟ انت مبسوط بحياتك؟ اقرا عليه ولا صار ولا لك بنشخ على ابو حافظ يا معلم، بركي بيصحى. بدك تشبهوا لوادم الدير. لك رايحين نشخ على قبره معلم.
حافظ الاسد انا سمعت انه انت عم تضخ له حراره، بما انك انت الرجل المكيف قال معلق على التسخين، بقى هو شوب بقبره، بقى انا بدي اروح شخ على القبره مشان يعني يصير فريش القبر، ما يسخن عليه كتير. لك لا بدنا نشخ على قبره مشان انه الحراره اللي جوا والروح النسي تطلع. قال الروح النسي تبعه ما عم تطلع الا نشخ على قبره. الو، في عندي كلب مسميه حافظ، وان شاء الله عقبال عندك خلف 4-5 جروه، يعني 4-5 جرو ما بعرف جمعهم باللغه العربيه، واحد ناديله بشار، واحد ناديله ماهر، واحد ناديله بشرى، واحد ناديله. الكلب تبعك مالك مسميه انت حافظ؟ وينك سمي الكلب اللي عندك حافظ او بشار. لك لا ناديله قل له يا بشار، بيقول لك هو هو هو، قل له تعال يا حافظ، بيقول لك نو 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 نو. مو كلاب، احنا الكلب اللي في كلب مثلا بتسميه باسل، الكلب بتسميه نعسي، كلب بتسميه وينك كمان بتلاقي لك هيك شي كلب رقبته طويله. طب ليه عم تسبنا يا معلم؟ طب ليه حسكر ورجع دق لك؟